تخيل معايا إن في شاب كان عايش حياته كلها بعيد عن ربنا، ماسك الموبايل بالساعات، يقعد على القهاوي، ضايع ما بين أصحاب السوق وضحك وهزار فاضي. بس في يوم حصلت له لحظة قلبت حياته. الولد ده كان ماشي في شارع هادي بالليل، لقى شيخ كبير قاعد على باب جامع صغير، صوته هادي وبيقرأ قرآن بصوت يخلي قلبك يرتعش. الولد وقف، قلبه اتشد، حس إن الكلام مش زي أي كلام، فضل واقف مش قادر يتحرك، دموعه نزلت من غير ما يحس. الشيخ خلص القراءة والولد قرب وسأله: هو إيه الكتاب اللي فيه الكلام العجيب ده؟ الشيخ بص له بابتسامة وقال له: ده القرآن، كلام ربنا اللي نزل ينور القلوب. الولد قعد معاه وبدأ الشيخ يحكي له عن أول ما نزل الوحي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في غار حراء، إزاي سيدنا جبريل قال له اقرأ، وإزاي كانت البداية اللي غيرت الدنيا كلها. الولد بيسمع والكلمات داخلة جواها زي النور، أول مرة يحس إن في حاجة بتمس قلبه بالشكل ده. الشيخ قال له: القرآن مش بس كتاب، ده منهج حياة، فيه الهداية، فيه الطمأنينة، فيه الإجابة على أسئلة كتير بتدور في دماغك. الولد أخذ قرار إنه يبدأ يقرأ القرآن. في البداية كان بيتلخبط ومش فاهم، لكن كل ما يقرأ أكتر كل ما كان قلبه يهدى أكتر. كان بيقرأ قبل ما ينام كل يوم، وفي لحظات ضعفه كان بيحس إن في حد بيسنده. وبمرور الأيام بقى قلبه متعلق بالقرآن، حياته اتغيرت، ساب أصحاب السوق، بقى بيصلي ويقعد في الجامع. الناس اللي كانوا يعرفوه اتصدموا، إيه اللي حصل له؟ لكن هو كان عارف السر هو القرآن. وبعد سنين الولد ده بقى إمام مسجد، بيقرأ بنفس الخشوع اللي سمعه في الليلة اللي غيرت حياته. وكان كل ما يشوف حد بعيد يقول له: جرب تفتح المصحف هتلاقي الإجابة اللي بتدور عليها. القرآن مش بس كتاب في الرف، ده حياة كاملة، هو النور اللي بينقذ القلوب من الضلمة. والسؤال اللي لازم كل واحد فينا يسأله لنفسه: هو أنا علاقتي بالقرآن إيه دلوقتي، وعلاقتي إيه بربنا؟ لكن في المقابل كان في شاب تاني نفس العمر ونفس الجيل، بس اختار طريق مختلف. كان دايما شايل الموبايل وقاعد على القهوة وسط أصحاب السوق، يتريقوا على أي حد صالح، يضحكوا على كلام الدين ويشوفوا إن الدنيا للمتعة وبس. كان ساعات يسمع صوت قرآن في التلاوة بالجامع اللي جنبه، بس يتجاهل ويقول خلاص لسه العمر طويل، لسه بدري. وفي يوم من الأيام اتعرض لموقف كان ممكن يبقى بداية هدايته. وهو قاعد على القهوة شاف جنازة معدية، الناس كلها وقفت وسكتت، وهو الوحيد اللي كمل ضحك واستهتار. وواحد من أصحابه قال له: يا عم مش خايف تموت في أي لحظة؟ ضحك وقال له: لما موت أبقى أفكر. للأسف بعدها بفترة قصيرة مرض فجأة ودخل المستشفى وهو لسه صغير، واللي حواليه كانوا مصدومين وهو نفسه كان مرعوب. ولما جابوا له مصحف في المستشفى قال لهم: سيبوه، أنا مش فاضي. وكان قلبه مقفول لحد آخر لحظة، عايش ضحك وهزار وضياع، وما خدش من الدنيا غير غفلة وندم متأخر قوي. ده الفرق بين الاتنين، واحد اختار النور فربنا بدل حياته كلها، والتاني اختار الضلمة فضيع عمره. اتنين شباب، واحد اختار النور والتاني اختار الضلمة. والسؤال هنا: انت عايز تبقى مين فيهم؟ اكتب في الكومنتات حاجة تؤجر عليها. ما تنسوش تعملوا لايك وفولو وتصلوا على النبي علشان اللي جاي أحلى. سلام.